من جدد لقافلة المتألقين. رجعنا لحضراتكم مرة تانية مع ضيوف الكرام كابتن جمال السيد وكابتن أمير عزمي. أرجع لحضراتكم في إطار الاستعدادات للمباراة، واستاد القاهرة النهاردة بيتزين بشكل مختلف. الإصلاحات اللي كانت في الفترة الأخيرة الحقيقة للاستاد كانت رائعة، وحتى الشكل الجديد الاستاد التراك نفسه اتغير لونه، أصبح لونه موف، والكراسي نفسها الجماهير كمان مختلفة بشكل جديد، لأنه القمة ما أقيمتش على استاد القاهرة من 4 سنين تقريبا. بقى لها فترة طويلة طبعا. يعني استاد القاهرة بقى شكله جميل بصراحة، وكنا نتمنى بقى عودة الجماهير في ماتش زي ده، كان يبقى الشكل رائع بصراحة. بس طبعا دي هتجي لها بعد كده طبعا، نشوف قصتها ايه. اكيد ده قصة اعتقد مهمة ان في جدا تصريحات يعني. خاصة بيها عند حضرتك ممكن نقولها للسادة المشاهدين، بس طبعا هتيجي في وقتها. ولكن طبعا استاد القاهرة طبعا من الملاعب اللي احنا كنا بنحب نلعب عليها. صحيح. يعني احنا كلاعيبة بعيد عن الجمهور بقى وبعيد عن الشكل، استاد القاهرة تحس ان هو مساحته حتى بتساعدنا احنا، وخاصة لعيبة النادي الاهلي والزمالك. يعني كنا في فترات واحنا بنلعب طبعا، والكابتن امير يعرف الكلام ده كويس، كنا نحب نلعب على الاستاد لما كانت الماتشات تبقى في اي استاد تاني في الكليه الحربيه في المقاولين لظروف او لاخرى اصلاحات في الاستاد، فكنا بنبقى متضايقين لان الملعب استاد القاهره تحس ان هو ملعب كبير، بنعرف نلعب عليه بشكل كويس حتى ماتشات افريقيا. فالاستاد طبعا حتى يمكن شايفين قدامنا على شاشه اخر قمه اتلعبت على استاد القاهره في الدوره المجمعه. تمام بالظبط. كانت طبعا ده ماتش 2-0 كابتن فتحي مبروك، 1-0 كابتن فتحي مبروك اللي كان ماسك اعتقد بالظبط يا امير. تمام تمام. ذكرياتك كابتن جمال مع لقاءات القمه؟ والله انا ليا ذكرى مهمه جدا في مباراه القمه. كانت اول قمه ليا كانت في سنه 93. كان ألان هاريس المسؤول الفني عن الجهاز الفني في النادي الاهلي، وكان معاه الكابتن شوقي عبد الشافي والكابتن شطه، الكابتن اكرامي طبعا مدرب حراس مرمى، وكان الكابتن طارق سليم الله يرحمه مدير الكوره. وكانت اول قمه ليا وكسبنا في المباراه دي 3-0. كنا جون ابراهيم حسن ومحمد يوسف ابراهيم حسن ومحمد يوسف وعبد الجليل، اول 3 اجوان. كانت المباراه دي من المباريات الكبيره والماتشات كويسه قوي. كان تيم نادي الزمالك برضه تيم كبير، وكان واخد الدوري قبلها في سنه 92. حتى في واقعه طبعا في المباراه دي، اعتقد ان بعديها كان ديف ماكاي كان ماسك نادي الزمالك هو كابتن فاروق جعفر، وتم اقالتهم بعد المباراه دي. ولكن طبعا اللي انا عايز اقوله ان مباريات الاهلي والزمالك بتبقى دايما مباريات كبيره. انت بتبقى مشحون شحن معنوي كبير جدا، وطاقتك كلها مستنفره. يعني اعتقد ان النهارده بالنسبه لنادي الزمالك زي ما الكابتن امير قال، اعتقد ان الكابتن ايهاب جلال هيلعب على النقطه دي، الجانب المعنوي. والجانب المعنوي بالنسبه له قمه الذكاء طبعا، لان لو حقق نتيجه ايجابيه هتبقى حاجه كويسه بالنسبه لجماهير نادي الزمالك، ومهم جدا لان اللعيبه محتاجه له بشكل كبير. بالظبط. انما طبعا مش هيلحق يشتغل تكتيك او يشتغل مع الفرقه باي شكل، لا طبعا. هو هيحط تشكيل معين. اعتقد ان هو ممكن يكون اقرب للجانب الدفاعي طبعا التامين، لان هو برده التعادل هيبقى مكسب ليه. ولكن لو لا قدر الله برده بالنسبه له يعني حساباته هو ان هو خسر او حاجه، ما فيش اي مشكله بالنسبه له. يعني انا مسكت المباراه في 24 ساعه، قبلها ب 24 ساعه 48 ساعه، فما لحقتش اعمل حاجه، فكده كده كسبانه بالنسبه لايهاب جلال يعني. انما بالنسبه طبعا للنادي الاهلي، النادي الاهلي فيه استقرار فني بشكل كبير جدا. كابتن حسام البدري يعني من المدربين اللي بيحافظ على الشكل بتاعه كطريقه وكتكتيك. بس ممكن النهارده يبقى فيه تحفظ نسبي شويه، ومقابله نادي الزمالك بروح قتاليه ما كانتش تبقى اعلى من نادي الزمالك، هيحصل مشكله كبيره. لان النهارده ايهاب جلال هيلعب على استنفار الجانب النفسي لنادي الزمالك فقط لا غير. النادي الاهلي عنده شغل وعنده ثبات التشكيل وعنده استقرار في الفتره اللي فاتت دي، وعنده استقرار في النتائج. ممكن يكون خرج من بطوله افريقيا مؤخرا، ولكن طبعا قدر يستعيد قوه تاني ويمشي في الدوري العام بشكل كويس. واعتقد ان حاله الاستقرار في النادي الاهلي من ناحيه الجانب الفني ممكن النهارده تبقى ارجح نسبيا. صحيح. كابتن امير، زمان في لقاءات القمه تحديدا من ايام السبعينات وحتى الثمانينات كانت العلاقه رائعه جدا ما بين الاهلي والزمالك او لعيبه الاهلي والزمالك، لدرجه ان هم كانوا بيتعشوا مع بعض في ليله المباراه. شايف العلاقه دي ممكن ترجع ازاي الفتره دي؟ بص، والله العلاقه موجوده عامه. يعني في لعيبه كتير جدا اصحاب اي يعني اي جيل هتلاقي فيه اصحاب في الفرقتين، علاقات اسريه، خروج، مناسبات. هي القصه بس ممكن تكون قلت شويه دي، او اللي زودها شويه السوشيال ميديا بس.
يعني فاهم، يعني السوشيال ميديا بس هي اللي ممكن الفتره دي بقى لنا سنتين ثلاثه الشحن الشحن والحاجه، لكن عامه كده كده لعيبه الاهلي والزمالك بيروحوا معسكرات منتخب مع بعض، على طول بيبقى فيه علاقات زي ما قلت لحضرتك، فانا شايف اللي هي بتبقى موجوده على طول، بس يمكن زي ما قلت لك الفتره بقى لنا 3 4 سنين اما الدنيا زادت في السوشيال ميديا شويه والصفحات هي اللي بيبقى بتزود يعني تبين للناس اللي فعلا في توتر في علاقات بين اللعيبه. الملعب يعني انا ممكن اكون بلعب مثلا قدام واحد زميل ليا، اديك مثال مثلا يعني عماد متعب مثلا، اما انا كنا احنا الاثنين في منتخب الشباب مع كابتن حسن شحاته، فكنا بنلعب على طول دوري القطاعات او الناشئين قدام بعض، كنا في الملعب ممكن نائر ونير زي ما بيقولوا، بس كنا بنقعد في اوضه مع بعض في المنتخب فالملعب حاجه وبره الملعب حاجه، والعلاقات الشخصيه مختلفه بالظبط. لكن انا زي ما قلت لك هو بس السوشيال ميديا الفتره دي برضو مزوده الناس، يعني مزوده او مبينه اللي لا ما فيش اي حاجه، والعلاقات طول عمرها بتبقى كويسه بين لعيبه الفرقتين. ودي فعلا موجوده، يعني احنا فعلا في المنتخبات كنا بنقابل بعض بشكل زمان كويس كان جدا. في غيره يا كابتن؟ في غيره بين لا اللعيبه؟ هقول حاجه، في فرق ما بين الغيره وفي فرق ما بين النديه، وان انا عايز ابقى احسن واحد في الفرقه، اشتغل على نفسي اكتر. بالظبط، اشتغل على نفسي اكتر. انما ما كانش فيه يعني قصه الغيره دي، لا الغيره دي ممكن تبقى محبوبه ان انا عايز ان انا ابقى احسن سيرد باك في مصر كلها، في نادي الاهلي، في نادي الزمالك، امير نفس الكلام. بس الطرق المشروعه ايه؟ ان انا احب فرقتي واغير على فرقتي وابقى مش عايز اخسر ويبقى عندي قوه في ادائي. وزي ما بقول انا ممكن يبقى عماد متعب بيلعب عليا زي امير وخبطته بلعب على الكوره، خبطته خبطه جامده يروح يقومه، ودي اللي بتقلل شويه او بتمتص الشحن الجماهيري شويه. انما دلوقتي للاسف بتلاقيها ايه، اوقات لعيبه يعني من الشحن المعنوي اللي بيحصل في السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي وتويتر والحاجات دي كلها بتعمل مشاكل، اوقات بتعمل شحن. اللعيب يخبط لعيب ويبقى لاعب عليه لعبه جامده قوي ويقوم ويسيبه ويمشي. طب انت مش هتخسر حاجه لما انت تقومه وتطبطب عليه. ما بنشوف في اوروبا تسلم عليه بشكل كويس، بتمتص حتى غضبه. احنا حتى بنشوف الغيره في اوروبا على فكره، بنلاقيها في كل حاجه، بس بنلاقيها في الاخر ليها حدود. ان ما تبقاش الحدود ان انا قايم وواقف صدري في صدره ودماغي في دماغه، ده بينعكس على الجمهور. تلاقي واحد من الجمهور قام بقى قال كلمه مش كويسه، الشحن بيحصل من هنا. انما اللعيبه برضو بيبقى ليها جزء من الشحن ده. زي ما بقول انا زميلي ولعبت عليه جامد وبلعب عليه، وانا ده حق الشرعي، انا بحب النادي بتاعي وبحب نفسي، عايز ابقى كويس، انما برضو في حدود الشرعيه او في حدود اللعب المشروع. انما ما يبقاش انا ده خبطته وسايبه وماشي والراجل عمال يتألم على الارض. برضو انت الحاجات دي بيبقى فيها شد وما بتبقاش محبوبه يعني. بالظبط ناخد احنا السلوكيات الكويسه من اللعيبه الاوروبيين وناخدها ان شاء الله، يبقى الماتش يطلع على مستوى كويس ان شاء الله. نتكلم برضو عن طاقم التحكيم الايطالي اللي كان المفروض ان هو يوصل كابتن امير امبارح حوالي الساعه 2 وللاسف اتاخرت الطياره، وصلوا على الساعه 6. كان المفروض ان في جوله سياحيه المفروض هتبقى في الاهرامات وابو الهول، لكن ده ما حصلش وتم تاجيل الجوله السياحيه دي النهارده صباحا. هل حضرتك شايف انه توقيت الجوله السياحيه، واحنا عارفين الجولات السياحيه بتبقى مرهقه شويه، هيكون عامل ارهاق او جهد على طاقم التحكيم وده يؤثر على المباراه ولا لا؟ ما فيش لا اكيد طبعا، يعني لازم الحكم زي لعيب الكوره، يعني الحكم ما هو بيلعب 90 دقيقه، يعتبر بيلعب 90 دقيقه، ما هو بيجري برضه بيجري برضه، فيبقى الموضوع صعب جدا اللي هو يبقى لسه وصل متاخر وبعد كده يطلع على الاهرامات. وبرضه خلي بالك الاهرامات لما الواحد بيقعد يلف متعبه جدا، متعبه جدا لانها كبيره مش صغيره. فهو انا شايف اللي هو لا، هو اكيد الاهم هو جاي لهدف معين، اللي هو الهدف اللي هو عايز اللي هيحكم المباراه. فانا شايف لا اكيد اللي هو لازم يريح شويه، وبعد كده بعد الماتش ان شاء الله الماتش يعدي على خير، يقدر ياخدوا بقى جوله سياحيه في الاهرامات ان شاء الله. هي للاسف هتبقى الصبح فعلا قبل ميعاد المباراه، ممكن تكون يعني دلوقتي ميعادها. لكن كابتن جمال، طاقم التحكيم الايطالي كانوا بيسالوا بشكل ملح جدا على الجماهير اللي هتحضر هذه المباراه، واتفاجئوا الحقيقه ان ما فيش جماهير هتحضر، وتم الرد عليهم انه الجماهير هترجع من الدور الثاني، مع انه الخبر الاصح ان هم هيرجعوا في الكاس ده بناء على التصريحات الاخيره في دور الثمانيه تحديدا من كاس مصر. وده يخلينا نتطرق بقى لعوده الجماهير ورؤيه طاقم تحكيم اجنبي انه مباراه زي مباراه القمه بين الاهلي والزمالك مباراه مهمه جدا كل انظار العالم بتتجه اليها وما فيش جماهير. بالظبط، هو الحكم انا شايف ان هو زي اللعيب، يعني بمعنى ان اللعيب زي ما الجماهير بتديله اثاره المباراه وبتديله الدافع المعنوي، الحكم برضو بيحس ان هو بيحكم مباراه، ما بيحسش ان انا بحكم تقسيمه في ملعب صامت. احنا حتى الاستمتاع بالنسبه للناس او بالنسبه للعالم كله، يعني ناس كتير جدا او على الاقل العالم العربي كله بيتابع مباراه الاهلي والزمالك.
يعني الجماهير بتديها الاثاره والنديه، وبيبقى احنا نفسنا لما كنا ماتشات الاهلي والزمالك او اي ماتشات، انا فاكر كويس قوي، كنا اول ما نخش الاستاد كنا فعلا بنبص في شباك كده في الاستاد، كان في غرف قديمه فاكرها امير؟ أيوة. بالظبط، كنا نطلع نبص، اول حاجه نبص عليها منظر الجمهور. تخيلي اول حاجه ماتشات اهلي او زمالك او اي ماتشات نبص على الجمهور قبل ما نغير وقبل ما نعمل اي حاجه. ندخل الاوضه نبص كده من الشباك، في شباك صغير تحت، نبص على حجم الجمهور قد ايه. كنا بنبقى مبسوطين قوي لما بنلاقي جماهير كتير بتشجعنا، بنبقى سعداء. بيزود كمان جو الحماس جدا يعني. جو الحماس وجو المباراه. فتخيلي فعلا اللعيبه دي والله انا مشفق عليهم من 3 سنين 4 سنين. اللعيبه دي ما شافتش الجمهور والضغط اللي بتحس عليه بيه على نفسك، بس ضغط انت بتحبه، لان ضغط بالظبط انت بتعيشه 5 6 دقائق او ممكن يكون دقيقتين بالظبط. بمجرد طبعا ما بتنزل المباراه، كابتن امير عارف طبعا، او ممكن اكون مشدود شويه، تكون مشحون قوي، لكن عادي بالظبط. 5 دقائق بتحس ان الدنيا عادي جدا، بتحس ان انت معزول عن كل الجمهور، انت مركز بس وشايف الكوره وشايف اللعيبه اللي قدامك، الفريق المنافس وفرقتك بس. وبتبدا بعد كده بتتعامل مع المباراه بالشكل ده. فعايز اقول الجمهور مهم جدا، اتمنى يا رب عودته، ويعني المهندس هنا ابو ريده يساعد في الموضوع ده بشكل كبير جدا. يا رب. احنا هنحس بحلاوه المباريات، واللاعيبه فعلا هتستمتع بشكل مش طبيعي. صحيح. يعني بس اضيف نقطه برضو اللي احنا كنت لسه هسالك نفس اللي السؤال. احنا برضو يعني دلوقتي وصلنا كاس عالم يا كابتن. بالظبط. يعني المفروض ان احنا وصلنا كاس عالم، فرقه راحه، يعني منتخب مصر راح كاس عالم. الطبيعي اللي الدوري اللي بيمثل الدوله اللي هي اللي راحه كاس عالم لازم يبقى فيه جمهور. بالظبط. تمام. يعني عايز اقول لك معلش مع احترامي، احنا كنا بنمر بظروف قبل كده وظروف بلد والامن تمام، بس انا شايف دلوقتي الحمد لله الظروف احسن. شايف اللي فيه استقرار في البلد. يعني عايز اقول لك العراق، انا كنت في العراق كابتن مثلا من 3 سنين. الظروف نفسها في العراق اصعب مننا، والماتشات شغاله بجمهور وكل حاجه وبتاع. فطبعا برضو دي بترجع للحاله الامنيه، ترجع للقيادات السياسيه. فنتمنى ان شاء الله باذن الله الفتره بقى فعلا ترجع بقى الجمهور يرجع الناس بقى، شكل الاستاد يبقى حلو. وعايز اقول لك يعني الراجل انا شايف المنتخب مصر نفسه عمل انجاز يا كابتن، اللي هو راح كاس عالم. خلي بالك زي ما كابتن جمال بيقول طبعا، والجماهير كان ليها دور كبير جدا كمان في وصول مصر الجمهور كمان. انا كلاعب اما بلعب قدام جمهور، يعني واخد ان انا بلعب قدام جمهور، الموضوع بيبقى بالنسبه لي عادي. لكن في لعيبه، يعني انا اقول لك في لعيبه في الاهلي والزمالك دلوقتي، لا في لعيبه في الاهلي طبعا رائع، الموضوع يختلف جدا، ضغط عصبي وضغط. فالنهارده احنا برضو اللي ميز او نفع منتخب مصر اللي فيه مجموعه من المحترفين بره بيلعبوا قدام جمهور، بيلعبوا ماتشات طبيعيه. لكن انت النهارده عايز اقول لك في لعيبه في الاهلي والزمالك وفي الزمالك عامه او وفي الزمالك بالاخص زي ما بيقول الكابتن امير ما لعبوش قدام جمهور. فالموضوع فعلا لازم ان شاء الله الفتره الجايه نبص رجوع الجمهور، ده هيبقى حاجه ايجابيه للكره المصريه ان شاء الله. ان شاء الله. تمام. كابتن جمال برضو يعني عايزه اتكلم عن كم الاعارات الرهيب اللي احنا شفناه الحقيقه في هذا الموسم. ويمكن احنا عندنا اكتر من 8 أو 9 لعيبه تقريبا للدوري السعودي تحديدا. وبعض العروض الجديده، يعني مثلا من لعيبه الاهلي عندنا جونيور اجاييه، اخر عرض جاي له للدوري السعودي للاسف هو رفض، وقال انه رغبته في الاحتراف الاوروبي مش لدول الخليج. شايف انه هذا الكم من الاعارات لدول الخليج وتحديدا كمان الدوري السعودي ممكن يؤثر النهارده على لقاء كمان؟ والله انا شايف ان الدوري السعودي او بصفه عامه اللعيبه الاعارات للدوري السعودي انا شايف ان هي هتفيدها بشكل كبير بالظبط، لان الدوري السعودي فعلا دوري قوي. يعني لان الدوري السعودي عايز اقول ايه، يختلف عن الدوري المصري في نقطه صغيره قوي. كابتن امير لعب الدوري السعودي على فكره مع نادي الشباب واعتقد نادي الاتفاق والتعاون فمر بالتجربه دي. في 5 انديه كبار، يعني ماتشاتهم بتبقى قويه، ديربي 5 مش 2 زي هنا بنتكلم عن اهلي والزمالك بس في الدوري المصري. لا، في 5 كبار، في النصر وفي الهلال وفي الشباب وفي الاهلي والاتحاد. دي اطرافهم مباريات قويه. لما تروح لعيبتنا مثلا بيلعبوا في التعاون، حسام غالي بيلعب في النصر، عبد الشافي كان في الاهلي بالظبط، وعبد الشافي كان في الاهلي عندنا، وشيكابالا في الرائد، وعماد متعب عندنا، واخرهم كمان مؤمن زكريا ومؤمن اهلي جده اهلي جده. فدي انا شايف ان هي هتبقى نقطه ايجابيه بالنسبه للاعبين المصريين، لان مش هيقلوا هناك. الدوري هناك قوي ودوري كويس يقدر يفيدهم بشكل كويس. ولكن طبعا بالنسبه للتاثير المباشر على مباراه القمه، اللعيبه اللي مشيت ممكن من نادي الزمالك انا شايف ان هم يفرقوا مع نادي الزمالك بمنتهى الامانه. 3 بالظبط، يعني مصطفى وشيكابالا وكهربا.
بالظبط وكهرباء، دول فعلا تقل في نادي الزمالك، يفرقوا في نادي الزمالك في مباراه القمه. نيجي برضه للنادي الاهلي، ممكن عماد متعب في الفتره اللي فاتت ما كانش بيشارك بشكل او باخر، ولكن كان ممكن يبقى له دور، ولكن طبعا رؤيه الجهاز الفني تحترم في الفتره دي أكيد. بس هو عشان يلاقي لنفسه دور ويقدر يلعب، عماد متعب فضل الرحيل. ده بالنسبه لعماد متعب. مؤمن زكريا هيمشي بعد مباراه القمه وبعد مباراه السوبر، بعد مباراه السوبر، ولكن صحيح. النهارده هيبقى عامل مؤثر جدا في النادي الاهلي، واعتقد ان مؤمن من اللعيبه اللي بتعرف تلعب ماتشات اهلي وزمالك على الطرفين، يعني لعب مع الزمالك ضد الاهلي كان مؤثر وكان شكله كويس وانتج وعمل الفرق مع النادي نتكلم برضو الاهلي. عن رحيل احمد الشيخ، ويمكن حتى من الصفقات الجديده اللي كنا سامعين عنها حسين الشحات اللي ممكن كان ينضم للاهلي قريبا، لكن يعني حصلت المفاجاه وانضم للعين الاماراتي مقابل $500,000 في كام 5 شهور 5 شهور او 6 شهور بالظبط. مبلغ خيالي وتحترم بامانه. يعني اداره المقصه طبعا تحترم على الجانب الاستثماري اللي بيستغلوه بشكل جيد، وفي نفس الوقت ما بيفرقش على الجانب الفني للفرقه بشكل كبير، ولكن اللي فارق مع المقصه يعني نروح لها نقطه صغيره كده بسرعه عشان حسين الشحات اتكلمنا عليه. اللي فارق معاهم انا شايف عدم الاستقرار الاجهزه الفنيه بشكل او باخر. نفس المشكله بتاعت الزمالك، لان نادي المقصه غير مدربين او 3 في الفتره اللي فاتت دي، فدي فارقه معاه شويه نسبيا. طب اسمحوا لنا ناخد اتصال هاتفي من كابتن محمد مجد المشرف العام على الكره في مصر المقصه، ونعرف حقيقه انضمام حسين الشحات للعين الاماراتي. صباح الفل على حضرتك يا كابتن. صباح الخير يا فندم، اهلا وسهلا واهلا بضيوفك الكرام. صفقة حسين الشحات تمت امتى وايه اللي حصل فيها تحديدا، لانه كثير من الجماهير اتفاجئت بالخبر ده؟ والله كان جالنا عرض من العين الاماراتي باعاره الكابتن حسين الشحات، اللي هم تقريبا لحد شهر 5 بينتهي الدوري عندهم الموسم كله. فلقينا ان العرض مجدي واللاعب نفسه كان ليه رغبه، فما وقفناش طبعا قدام رغبته يعني. كان في عروض من الاهلي والزمالك يا كابتن؟ كان في مفاوضات، بس لم ترتقي الى انها تكون نهائيه يعني. انها تكون جاده مثلا؟ لا العرض مثلا ما كانش مجدي من الناحيه لا الماديه؟ لا هي الفكره ان في بيبقى عرض وفي كلام، لكن العرض العين الاماراتي كان افضل للاعب، فكانت رغبته واحنا وافقنا يعني. جميل. طيب هل في بدائل موجوده لحسين الشحات ولا الموضوع ده لسه التفكير فيه؟ والله الايام اللي جايه هتشوف كده ان شاء الله اللي هي اللعيبه اللي ممكن تنتقل الى المقصه ان شاء الله يا رب، ممكن انها تغطي غياب الكابتن حسين الشحات ان شاء الله. طيب معانا كابتن جمال السيد وكابتن امير عزمي بيصبحوا على حضرتك، وكابتن جمال السيد ليه مداخله. اتفضل يا كابتن. استاذ محمد السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك يا كابتن جمال؟ ربنا يعزك يا حبيبي، انت عامل ايه؟ كله تمام؟ تمام الحمد لله. كنت عايز اسالك بس على حسين الشحات، كان في عرض يا كابتن محمد من النادي الاهلي، بس اعتقد كان عرض مادي كويس، اعتقد وصل لمبلغ كويس، بس انتوا كنتوا عايزين لعيبه معاه، اعتقد ان هي وقفت عشان كده. حقيقي الكلام ده ولا ايه الاخبار؟ لان انا عرفت ان هو كان قريب قوي من النادي الاهلي. لا هو حضرتك عايزين لا هو حضرتك بمنتهى البساطه ان المفروض لما انا اللعيبه اللي انا هحتاجها من الاهلي المفروض انها تبقى واضحه ومعروف مين. تمام. على اساس ان انا اقدر ان انا اقول فعلا العرض المالي بالاضافه الى اللعيبه. لكن ما كانش حتى هذه اللحظه ان في لاعب بعينه تقدر تقول ان هو ده هم موافقين عليه. لا زال احنا لسه هنرجع للمدير الفني، طب نستنى مباراه القمه، الكلام ده كله، فده كله بيأخر، وانا المفروض مرتبط بمواعيد في القيد افريقيا، فطبعا يعني لحد هذه اللحظه ما فيش مبلغ ثابت ولا لعيبه ثابته اقدر على اساسها ان انا احدد وامشي الاتفاق مع الاهلي يعني. طب صفقه نانا بوكو يا كابتن وصلت لحد فين وانتقاله لنادي الزمالك؟ والله حتى هذه اللحظه كله كلام، ما فيش حاجه اتقدمت بشكل رسمي يعني. توقعات حضرتك اخيرا للقاء القمه النهارده، وشايف لقاء القمه ازاي؟ والله انا الكوره ما فيهاش توقعات، لان لو بالارقام الاهلي افضل، لكن مش شرط الافضل هو اللي بيكسب يعني. فعشان كده انا ما بتوقعش بالنسبه للكوره، لانها بتجيب كله ما هو غريب يعني.
هل شايف حضرتك انه الظروف المختلفه للناديين مع توحد الهدف ده ممكن يؤثر على مجريات اللقاء او يقرب شويه التوقع، ولا لا برضو متوقع انها تكون مفاجاه؟ والله وجود الكابتن ايهاب مع الزمالك ممكن يكون دفعه قويه للاعبين، وممكن يعني ظروف برضو المباراه ما نعرفش ايه اللي يحصل فيها، بس انا شايف ان وجود الكابتن ايهاب مع فريق الزمالك ممكن هيدي شويه ثقه ليه اكثر يعني. نشكرك شكرا جزيلا كابتن محمد مجد المشرف العام على الكره في مصر المقاصه. وارجع لحضراتكم مره ثانيه وارجع لك كابتن امير. كنا بنتكلم عن الاعاره لدول الخليج، وزي ما كابتن جمال قال لنا انه كان برضو ليك فتره هناك، وعايزه اسالك على فارق الاحتراف في دول الخليج. شايف بيضيف ايه للاعب المصري وخاصه من الانديه الكبرى زي الاهلي والزمالك؟ بص، يمكن طبعا لو اتكلمنا على الامكانيات الماديه، طبعا هناك الامكانيات الماديه اعلى من هنا. خلينا نبقى بس بنتكلم بصراحه. يمكن اللعيب اول حاجه بيبص طبعا على الجانب المادي، اللي هو برده بيروح بيلعب فتره بيأمن مستقبله زي ما بنقول. تاني حاجه الدوريات الخليج دوريات منتظمه، يعني انت من اول الموسم لاخر الموسم عارفه هتلعبي امتى، في توقف امتى، في كاس امتى، كاس ولي العهد، يعني كل حاجه منظمه. امكانيات الملاعب، امكانيات كل الدورات، بيجيبوا محترفين كويسين، بيجيبوا مدربين اجانب عندهم اسماء كويسه. فاحنا عندنا هنا عايز اقول لك يمكن اللاعب المصري امهر، او اللاعب يعني امهر من اللعيبه يعني كتير، مش عايز اقول يعني معظم الدول، لكن من امهر اللعيبه اللي موجوده في المنطقه نفسها. لكن زي ما قلت لك الامكانيات هي اللي بتفرق. في لعيبه النهارده زي ما كابتن جمال تفضل، يعني واحد زي عماد متعب بقى له فتره كتيره في النادي الاهلي ما بيلعبش، جات له فرصه ده يطلع 6 شهور التعاون السعودي، هيلعب، هيظهر بشكل كويس، وخاصه ان الراجل اللي موجود النهارده في منتخب مصر الراجل هيكتور كوبر بيعتمد على محترفين بشكل اساسي. احمد الشيخ نفس القصه، ما بيلعبش في النادي الاهلي، يطلع برده هياخد مبلغ كويس وهيلعب في فرقه زي النادي الاتفاق، ممكن برده يظهر بشكل كويس يجي منتخب مصر. فانا شايف الفتره دي او معظم اللعيبه اللي طلعت اللي عايزه تلعب وعايزه تثبت نفسها، وكله بيبص لمنتخب مصر. ما حدش بيبص دلوقتي، لا كله بيبص النهارده انا عندي خلاص كاس العالم، داخلين على كاس العالم، عايزين لا كل لعيب في مصر عايز يثبت نفسه للراجل اللي هو يلعب. عماد متعب من الفراوده الكويسه طبعا في مصر، من الفراوده الكبيره. انا شايف ان احنا عندنا في المركز ده في قصور شويه. عماد لا انا شايف لو خد فرصه في التعاون السعودي ولعب وخد ثقه، وفرقه التعاون من فرقه انا كان ليا شرف ولعبت فيها، كان فرق محترمه جدا، فرق تعتبر دلوقتي بتخش في فرق المقدمه في الدوري السعودي. فشايف اللي هتبقى فرصه كويس ليه اللي هو يقدر يثبت نفسه ويقدر يرجع منتخب مصر. لكن انا شايف الاستفاده كماديه واستفاده فنيه، انا شايف اللعيب المصري الوقت اللي بيطلع بيستفيد من الجانبين، بيختلف بشكل او باخر. طيب بما اننا مستمرين برضو في تغطيتنا كمان لهذا اليوم المميز جدا ولقاء القمه بين الاهلي والزمالك الساعه 7 مساء زي ما قلنا لحضراتكم النهارده، خلينا نطلع لتقرير ونشوف اشهر من علقوا على لقاءات القمه ونرجع لحضراتكم تاني. يا اولاد انتوا بتكتبوا تاريخ كره القدم في العالم. تتناقل الكرة أقدام الفريقين، هجمة هنا وهجمة هناك، وماشي من طرف لعبها جوه، لعبها جوه الأرض عندي جمعة جاي من ده، وأيمن يونس عبد الزكريا وصل برجل مين جامده، فتحي حلمي بيفكر يشوط من بعيد جامده، طارق يحيى جامده وبيمشي جامده، وبيلعب كوره عليها، يلعب العربي يقوم يجيب الجول الاول بيمونتير. مئة عام لم تبدل في تقاليد الناديين، قصص تتوارثها الأجيال، بطولات ومباريات لم يغب فيها صوت محمد لطيف. هذا حماده امام في الشمال وماشي من طارق، وماشي من طارق وهيلعبها جوه، لعبها جوه
احمد عبد الباقي تاني والرافعه في النص وحلوه وكويسه. أهداف تتذكرها بصوت الجويني ومحمود بكر. حلمي بيفكر يشوط من بعيد جامده خش جوه الجول على الارض حمدي جمعه جاي جامد جامد توصل لعلي خليل وابراهيم على طول الكره العرضيه وجول جول 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 علاء ابراهيم. قمة لم تعد حكرا على أحد. وفتح سكه لعبه حلوه جدا ناحيه اليمين والغندور انما وتروح رضا يقدر يجيب جول جول رضا عبد العال. والله لسه بقول لكم وباشا تانية رضا عبد العال يا جماعه. وطاهر وبيشوط كوره حلوه وطاهر جول مش ممكن في الوقت القاتل. وليد وجود المنوع انما مبتعد بعيد فتره عن مباريات الاصابه وتروح لحسام حسن وحسام حسن بيجيب الجول الثاني يا حسام. تدخلت فيها أصوات شوبير وشلبي قبل أن تتحول إلى ظاهرة عالمية. على طول عند احمد صلاح وبلال احمد اجوال احمد بلال هات وخد حطها فرصه خطر اتشاطت وهدف ياه. ايه يا عبد الحليم ده غني يا ابني غني. بيبو بشير جول. مدحت عبد الهادي ومعدي ماشي مدحت عبد الهادي ماشي هوبا والهدف. الله يا مدحت الله عليك يا ابني. ايه الحلاوه دي ايه الجمال ده ايه الطعامه دي حلوه للصبح. ورجعنا لحضراتكم مرة تانية وهرجع لحضرتك كابتن جمال بقى وندخل شوية يعني في التفاصيل المتعلقة بالمباراة النهاردة بشكل أكبر. الأهلي يمكن خاض 16 مباراة أو خلينا نقول 15 مباراة حقق منها 36 نقطة في المركز الثاني خلف الإسماعيلي المتصدر بفارق نقطة واحدة. تمام. بالنسبة للنادي الأهلي طبعا يعني أعتقد أن هو قريب من بطولة الدوري خاصة أن هو عنده ماتشات متأجلة. اعتقد مباراه مؤجله قدام المقاولين المفروض قدام المقاولين بالظبط. لو كسبها النادي الاهلي يبقى الاول. ولكن طبعا مباراه القمه طبعا النهارده جايه قبل المباراه المؤجله بتاعت نادي المقاولين. اعتقد انها تفرق كتير او تفرق كتير جدا معنويا بالنسبه للنادي الاهلي لان مكسب المباراه دي بتديله دافع معنوي ان انا اقدر اكمل بشكل جيد وتعمل حاله استقرار بالنسبه للنادي الاهلي حاله استقرار بالنسبه للجهاز الفني. الناس بيشتغل بارتياحيه بيحسوا ان هم يعني احنا ما بشتغلش بضغوط كبيره قوي. هو طبعا لعيبه النادي الاهلي بصفه عامه كل مباراتهم تعتبر مباراه بطوله ايا كانت المباراه. ولكن المباريات الكبيره بالذات اللي الناس بتركز معاها قوي خاصه مباراه الزمالك دي بتبقى ليها شقين. الشق الاولاني جانب معنوي كبير بالنسبه للنادي ونيجي للجانب الفني الثاني اللي هو بيساعد النادي الاهلي طبعا على الاستقرار في الحاله الفنيه. اللعيبه بتاعته دايما بتبقى او الشكل اللي بيلعب بيه كابتن حسام الاستقرار او ثبات التشكيل ده بيساعده بشكل كبير. ما بقعدش افكر كتير ان انا ممكن اغير ممكن اشيل واحد اشيل اثنين اشيل ثلاثه لان ده بيأثر في ثبات المستوى بصفه عامه بالنسبه للنادي. وبالرغم من الاستقرار يعني في الاهلي الا انه هذه المباراه ما لهاش لا مقاييس ولا حسابات ومفاجاتها متوقعه في اي وقت. لا طبعا على طول النادي الاهلي والزمالك لو الزمالك والنادي الاهلي فرق بينهم 10 بونت لاي فرقه برضه بتبقى مباراه اهلي وزمالك ما لهاش اي مقاييس. دايما لان بتتدخل فيها عوامل تانية كتير قوي بالنسبه للحاله النفسيه للعيبه، الحاله النفسيه على ارض الواقع في الملعب نفسه، الحاله الفنيه للعيب، الحاجات دي كلها بتفرق. وفي لعيبه معينه ممكن تاثر في رتم اداء المباراه زي عبد الله السعيد مثلا في النادي الاهلي. في نادي الزمالك اللعيبه كويسين زي محمد ابراهيم زي ايمن حفني. اللعيبه دي ممكن تعمل الفرق في المباراه دي بشكل كبير قوي. توفيق حارس المرمى، توفيق المدافعين، توفيق المهاجمين، لعبهم على المرمى بصفه عامه قبل ما نيجي للتشكيل والتفاصيل بالنسبه للفنيات.
ده بالنسبه بشكل عام بالنسبه للنادي الاهلي. صحيح. طيب كابتن امير، الزمالك خاض 16 مباراه، فاز في 8 وخسر 4 وتعادل في 4. بص، يمكن نادي الزمالك لو يعني بتكلم بصراحه يعني في لعيبه كويسه وكل حاجه، بس هي المشكله في النادي، في لعيبه نادي الزمالك اللي النهارده الوقت اللعيبه لسه برضو ما فيش انسجام مع بعض. النهارده انت جايب 18 او 16 لعيب، الموضوع صعب. هو الموضوع نجح في سنه من السنين لما الزمالك خد دوري وكاس، وكان نجح، كان معاك مدرب، كان عندك فتره ايقاف بين دورين، كان مستر فيريرا جه فخد الفرقه، عملت معسكرات في تدريبات ماتشات وديه. لكن النهارده نبوشه كان جاي بعد البطوله العربيه، جه لقى لعيبه هو ممكن ما اختارهاش. خلينا نكون بس صراحه في وكان عنده مشكله ثانيه ان العدد كبير كمان. تمام. بالاضافه زي ما حضرتك تفضلتي قلتي، الراجل كان على طول بيشتكي يقول لك انا بدرب 35 لعيب، هجيب وقت للعيبه منين؟ ثانيا النهارده الخبرات برضو بتاعه لعيبه نادي الزمالك. النهارده انت بتتكلمي الخبرات اللي موجوده، الشناوي 25 سنه، حازم امام كابتن الفرقه، وطارق حامد، دول اللي هم ممكن من العناصر الاساسيه الخبرات. لكن الباقي لسه اول سنه جايين نادي الزمالك، مع احترامي جايين من فرق في الدوري الممتاز، بس برضو نادي الزمالك والنادي الاهلي، لعب النادي الزمالك والنادي الاهلي غير لعب تحت في نادي الزمالك والنادي الاهلي. انت بتلعب تحت ضغط على طول، انت مطالب بمكسب، فالموضوع مش هيتعمل في يوم وليله. يمكن دي المشكله الرئيسيه اللي في نادي الزمالك. سيبك من مدربين وسيبك من اداره، انا ماليش دعوه بالقصه دي. انا بتكلم ان النهارده لازم اللعيبه على الاقل تقعد. يعني النهارده مثلا اكلمك بلغه كره القدم، انا النهارده سيرد باك مثلا لسه جاي نادي الزمالك جديد، وكابتن جمال موجود، وهلعب جنب كابتن جمال، لازم اخد وقت عشان نحفظ بعض. لا، فانت بتتكلمي في 11 لعيب، وبعدين الراجل كمان اللي كان موجود لاعب، يعتبر ال 24 لعيب لاعب. فده يعني بص النادي الاهلي التدوير، لا بص مش قصه اصل التدوير، لا التدوير لازم يبقى بحساب. النهارده النادي الاهلي الاثنين او الثلاثه اللي دخلوا في التشكيل، علي معلول اللي هو المحترف التونسي منتخب تونس، جايه وليد ازار. غير كده هتلاقي في لعيبه زي عمرو بركات، ميدو جابر، احمد الشيخ، مش عارف اسلام محارب، مش عارفين يخشوا تشكيل النادي الاهلي. ليه؟ في انسجام والمجموعه مع بعض مش بصعوبه ان انت تلعب في النادي الاهلي او في تشكيل النادي الاهلي. لكن نادي الزمالك النهارده نص الملعب لاعب داوودة ولاعب رؤى ولاعب طارق حامد ولاعب احمد توفيق ولاعب بدونجا، اللعيبه كلها لعبت. فده انا زي ما قلت لك لازم يبقى في استقرار في التشكيل. بس زي ما قلت لك الاستقرار في التشكيل مش هيجي غير ما يبقى في انسجام، ويبقى في استقرار في جهاز فني، واستقرار في وضع في التشكيل. ال 11 لعيبه اما بعمل تغيير في التشكيل بعمل تغيير في واحد، تغيير في اثنين، لكن ما ينفعش كل ماتش اغير 4 5 6. مش صعب جدا، صعب. يبقى الثبات دي من اهم المشاكل اللي اتكلم فيها الكابتن امير. طبعا يسمح لي اتكلم فيها طبعا بالنسبه لنادي الزمالك. يعني نادي الزمالك اللعيبه اللي بتيجي برده بالكم الكبير ده بتعمل مشكله، ما هي قنبله موقوته. بمعنى انا بلاعب 3 4 ما عندي 5 6 زعلانين وانا بعيد وانا مش موجود، ما ده كله لود على الجهاز الفني حتى لو قاعد احتياطي. فبضطر ان انا اوقات بعمل الروتيشن او بعمل عمليه التدوير دي اجباري، ما بعملهاش انا باختياري، لان انا ده اللعيب ده ممكن يكون بحجمه كبير والنادي تعاقد معاه فعايز له يبقى له دور، فانا في اي وقت بدخله الفرقه. الوقت التايم امتى اللي احطه في الفرقه اللي انا ما بخلش بيه بثبات التشكيل زي ما بيقول الكابتن امير. كان في كلام كتير يا كابتن جمال عن الموضوع ده تحديدا، وفي تحليلات كتيره جدا كلها الحقيقه كانت متناقضه شويه، لكن برضو عايزه اخد رايكم فيها. في ناس كتير كانت بتشوف انه شراء اللعيبه بالكميه الكبيره دي وفوق طاقه الفريق تدعيم جيد جدا وحريه اكتر للمدير الفني ان هو يختار العناصر بتاعته. وفي ناس شايفه انه نوع من انواع الاحتكار لبعض النجوم، وفي ناس تانية شايفه انه استثمار، انا اجيبه احطه عندي ويجي له عرض يطلع بيه النادي يكسب. لا، ما هو الاستثمار مش بس، الاستثمار اللي بتكلم فيه ده هيمشي بخط في اتجاه عكسي للحاله الفنيه اللي في الفرقه. دي نمره 1. نمره 2، انا لما بجيب لعيبه بالحجم ده كله لازم الدكه تبقى قويه، بس الكلام ده لما انا ابقى مشترك في 3 4 بطولات بلعب في وقت، انما انا ما عنديش الا بطوله الدوري والعب 3 4 ايام ماتشات، برده مش سبب ان انا اغير 5 6 لعيبه. انا بتكلم في عمليه التدوير في 2 بالكتير او في 3، انما نادي الزمالك كل شويه زي ما بيقول الكابتن امير 2 سردباكين بيلعبوا، محمود علاء مره وعلي جبر مره، الونش مره، بالظبط الونش مره، محمد مجدي مره، ويختفوا. يعني بعد كده بيختفي فترات طويله.
محمد مجدي كابتن امير كان بادئ الموسم اعتقد الموسم ما مش عارفين هو فين دلوقتي، ما بين اصابه، ما بين لا مش موجود، ما بين مستبعد، ما بين دكه. الخط الهجوم نفس القصه، كاسونجو مره، بس مرسي مره، شيمبونج مره. ردا بس على، انا بس عايز اضيف نقطه. حضرتك بتتكلمي في استثمار. استثمار لما يبقى في فرقه زي مصر المقاصه، انا النهارده مش مطالب ببطوله، انا لعبت في المقاصه سنتين. مصر المقاصه بيجي جمعيه عموميه، الشركه بيجي جمعيه عموميه، انت صرفت ايه وكسبت ايه. فاهم حاجه عنده المكسب ايرادات ومصروفات، عشان دي برضو في الاول والاخر شركه، فهو مش مطالب بطوله. لكن النهارده ما انت حضرتك بتتكلمي في استثمار في نادي الزمالك، تمام. انا النهارده ماشي، انا على فكره ما بنتقدش، بس انا بتكلم منطق بالمنطق. انت النهارده بتمشي كهربا ومصطفى فتحي وشيكابالا، تمام. انت عايزه دلوقتي تجيبي تستثمري وبتجيبي بتدخلي فلوس للنادي، تمام بالزبط. طب انا استثمرت الفلوس دي في ايه؟ او جبت احسن منهم ولا ما جبتش احسن منهم؟ ده السؤال. انا النهارده نادي الزمالك انا مطالب بطوله، انا ممكن نادي الزمالك مش مشكله ما تقبضش اللعيبه، انا لو بلعب في الزمالك ما تقبضنيش سنه بس اخد بطوله، معلش انا فاهم قصدي. لكن انا بتكلم النهارده انا اما بستثمر باخد فلوس، بس اما باخد فلوس دي بستثمرها بجيب لعيبه احسن من اللي انا طلعتها. انت النهارده طلعت محمد عبد الشافي للاهلي جده، وديتيه اهلي جده بمليون ومش عارف او 2 مليون ونص دولار، تمام. جبتي كام باك ليفت في نادي الزمالك دلوقتي؟ اعد لك: محمد عادل جمعه، تمام. محمد علي لطفي، علي فتحي، تمام. مؤيد العجان، ادي 3. محمد ناصف 4. يعني الاربعه اللي انت جبتهم اكيد وفي الاخر بيلعب الولد الصغير ابن نادي الزمالك احمد فتوح. ومؤيد العجان هو لعيب كويس، ومش يعني لعيب كويس وبيأدي كويس ومنتخب سوريا. لكن انا بكلمك النهارده انت جبت 4 باكات ليفت ومطلع باك ليفت السعوديه. طب ما انت الفلوس اللي انت دخلتها جبت بيهم الاربعه دول، جبت بيهم الاربعه، في الاول والاخر برضو عندك قلق في القصه دي. ما استفدتش عمر جابر نفس القصه، انت طلعته بره. انا ليه كنت بقول كده يا كابتن امير؟ لانه كتير قوي لما كنا بنعمل لقاءات يعني مع رؤساء انديه في الدوري، كان يقول لك كده، يقول لك الاهلي والزمالك بفلوسه عمال يشتري في اللعيبه من عندنا، واحنا لا قادرين نلعب بلعيبه كويسه بسبب اللي بيحصل ده، ولا هم بيخلوهم يلعبوا عندهم. بص عايز اقول على حاجه، لازم يبقى فيه النهارده، لازم يبقى فيه، انا ضد يا كابتن جمال، معلش، اللي القايمه تبقى 40 و35، تمام. يعني عايز اقول على حاجه، انا كابتن جمال كان في السعوديه، القايمه في السعوديه 40 لعيب، بس لما تيجي مدرب اجنبي بيجي بيدرب الفرقه بيدرب 22 لعيب وثلاث اجوان. ده طبعا معلش اقول لك على حاجه، انا الراجل نيبوشا، انا يعني لعبت مع لعيبه صربيين كتير، المهم حصل اتصال اللي هو عرفوا اللي هو هنا في مصر، المهم حصل والراجل اتعرفت عليه وكل حاجه. الراجل بيقول لي انا عندي 35 لعيب، اما يبقى عندي ساعتين في اليوم هدرب مين ولا ازاي؟ هجيب وقت طبيعي. لا لازم اركز مع مش قصه شراء وخلاص، شرحوا النادي الاهلي. عندك عمرو بركات وميدو جابر ووليد سليمان، كلهم في السكه واغلبهم واحمد اسلام محارب بالظبط، كلهم بيلعبوا في نفس الجانب، مثلا الايمن اللي بيتكلم واللي بيلعب وليد سليمان اللي موجود اصلا، ومؤمن زكريا، والباقي انا فضيت من الانديه. طب ما اللعيبه دي بتخسر فنيا، بتخسر منتخب مصر، بتخسر. هي قصه للاهلي والزمالك عندهم اهم حاجه اللي انا بجيب اللعيبه عشان باخد اللعيب ده قبل النادي ده عشان يتقال اللي انا خدته، لكن ده في الاول والاخر انا شايف اللي هو بيضر الكوره في مصر. طب ليه احنا ما بنلجاش لصناعه اللاعب؟ ليه بنجيب اللاعب جاهز؟ دي نقطه مهمه جدا كنت فعلا عايز اتكلم فيها. ارجوك. نادي الزمالك ونادي الاهلي لازم قطاع الناشئين زي الاول. امير طلع ازاي؟ عمر جابر طلع ازاي؟ حازم امام، ميدو، جمال حمزه، والرياض، عماد متعب، كل الاسماء دي، وبالظبط والرياض، حسام عاشور اخيرا في النادي الاهلي، حسام غالي. اللعيبه دي لازم دلوقتي يبقى فيه اشتغل بقى على قطاع الناشئين، اللعيبه كويسين، قطاع الناشئين كويس، بيتصرف عليه كويس جدا، بيتصرف عليه كويس، بس ما بيطلعش. عارف ما بيطلعش ليه؟ هرجع للنقطه اللي اتكلم فيها امير، ان انا بجيب اللعيبه كلها من بره. انا لازم يبقى عندي صف اول وصف ثاني، لما الثالث ده اقربه من قطاع الناشئين، اصعد ناشئ يتمرن مع الدرجه الاولى، اصعد 2، اصعد 3، بيبقى عنده الحميه والقلب والانتماء ان انا اوصل للدرجه الاولى. زي دلوقتي اللي طلع احمد حمدي واحمد ياسر ران في النادي الاهلي، في 2 اتمنى يا رب يبقوا يدعموهم بشكل كبير، لعيبه كويسين جدا بصراحه ومهاريا كويسين، والاثنين مواليد 98 زي صلاح محسن. ايه الفرق بقى ما بين انبي وما بين الاهلي والزمالك؟ نرجع للنقطه، نفس النقطه اللي اتكلمنا فيها دلوقتي انا وامير، ان اللعيبه دي النادي انبي ما عليهوش ضغوط. لعبت صلاح محسن مصر كلها بتجري عليه دلوقتي كمهاجم. ليه؟ عشان بلعب في نادي انبي وادوا له الفرصه. احمد حمدي واحمد ياسر ريان لو خدوا الفرصه دي، لانه نفس المواليد، صلاح محسن مواليد 98 كان معاه في مدرسه الكوره في نادي انبي في 2009، لعيب صغير من ناشئين نادي انبي. اتمنى الاهلي والزمالك يبصوا لقطاع الناشئين، ما بصش بقى على كل الشراء
اللي هو عايز اقول يعني سوري في الكلمه بيبقى فيها شيء من العشوائيه، ان انا بجيب كتير كتير كتير. لا في لعيبه ما بتلحقش تقعد، يا دوب لعيبة بيجيبوهم بتخش ويرجعوا ما يبيعوهم تاني. بيلحقوش. يعني انا عمرو بركات وميدو جابر دلوقتي فين؟ كانوا نجوم في المقص. نجوم ليه؟ عشان كانوا بيلعبوا رجلهم في الملعب. صحيح. دلوقتي لسه قدامهم كتير عشان يرجعوا تاني، حتى لو راحوا حتى لو رجعوا المقص او رجعوا اي نادي. دي النقطه اللي كنت بسال فيها استاذ محمد مجدي، لان هم فعلا كانوا عايزين ميدو جابر وعايزين عمرو بركات، ولكن كانت بتبقى شايف فيها مبادله مجحفه شويه يعني للنادي الاهلي، لان هم كانوا عايزين حسين الشحات وميدو بركات وبس وعمرو وحسين، واحد من حسين السيد وباسم علي، واحد من بالظبط. فصفقه صعبه شويه، انما صفقه انا لو بقيسها ماديا ما ادخلش فيها لعيبه، ادخل فيها لعيبه فلوس. ده الجزء الاستثماري. انما نادي مصر المقاصه على فكره من الانديه الشاطره جدا في حته الاستثمار. امير طبعا كان معاهم واشتغل في الجزئيه دي. طيب. فده اللي انا عايز اقوله. احنا عايزين قطاع ندخل الناشئين الحل. طبعا هو الأهلي هو والزمالك الحل على فكره، بالذات واحنا الحل. بنلقي الضوء على الموضوع ده بقالنا فترات طويله من خلال مهم. شاشه نايل سبورت، لكن ما بنشوفش الجديد، بنشوف عمليه شراء جديده كمان. لا اعتقد النادي الاهلي في الطريق ده بعد الكابتن الخطيب ما مسك النادي وكابتن علي عبصالي وكابتن عبد العزيز الشافي. اعتقد ان هيبقى فيه اهتمام جدا بقطاع الناشئين على الاقل السنه الجايه، من بدايه السنه الجايه هيبقى ليه شكل تاني خالص، على اساس ينتج لعيبه زي اللي كان انتجها النادي الاهلي على مدار السنين. نادي الزمالك اعتقد لازم يبصوا للنقطه دي. بما انه كنا بنتكلم على حسين الشحات من شويه وانتقاله للعين الاماراتي، في ناس شايفه انه ممكن يكون الانتقال ده بهدف العوده على الاهلي. العوده لا للاهلي. لا بس لا هو عنده عقد عنده عقد في بالظبط. المقص ساري، هو محكوم ست بشكل شهور أكبر. هيرجع برضه، هيرجع المقص. هيرجع المقص لو في وهيتباع تفاوض من المقص. هيتباع برضه من المقص. هي هتبقى فتره انتقاليه بالنسبه له، ومبلغ استثماري هايل بالنسبه ونادي العين يا كابتن، نادي ده خلي بالك، نادي العين من الانديه الكبيره في اسيا عامه، يعني على طول بيوصل صحيح. قبل نهائي ونهائي بطوله اسيا. بالظبط. لا من الانديه الكبيره، امكانيات عندهم لعيبه نص منتخب الامارات مع عموري امكانيات رهيبه. لا، انا اشتغلت فيه على فكره امين نادي العين. اشتغلت سنتين في 2006. جنة الله في الارض. انا لسه بقول لك، لا الامارات بصراحه جنة كلمة الله في حضرتك الارض. دي. كلمتي بصراحه بامانه يعني. بتحب اوروبا نادي العرب لا اوروبا، وعندهم نادي اولا بيهتم بشكل كويس جدا، بيجيب كوادر تدريبيه كبيره جدا من جميع المستويات. يعني فتره يجربوا مثلا الجزء العربي في مدرسه الكوره والاكاديميه، وكنت شغال معاهم. جزء تاني مثلا فتره تانيه يجيبوا برازيليين، فتره تانيه مثلا بيجيبوا مدارس مختلفه يستفيدوا بيها اللعيبه. وفعلا زي ما قال كابتن امير، منتخب الامارات جزء كبير منه جدا لعيبه نادي العين. طيب ندخل بقى على مرحله الاعداد والاستعداد للقاء القمه النهارده والمعسكرات المغلقه طبعا اللي كانت في الاهلي والزمالك. نبتدي بالاهلي وحسام البدري في المعسكر المغلق منع اللعيبه من حاجات كتير جدا، من التصريحات لوسائل الاعلام، من استخدام الهاتف المحمول بخلاف ساعه واحده فقط في اليوم، وطلبهم طبعا بالالتزام التام وعزل الزيارات عنهم تماما. ده ندخله في زياده التركيز، انما زياده التركيز. في ناس بتسال يا كابتن جمال، هل بعد ظهور ايهاب جلال مع نادي الزمالك ممكن ده ياثر على حسابات حسام البدري او تغيير شويه في طريقه اللعب؟ لا، طريقه لعب الجزء الفني كابتن حسام البدري بصراحه من المدربين اللي بيحافظوا على شكل الفرقه كطريقه وكتكتيك. فما اعتقدش ان هو هيتطرق للجانب ده، ولكن هيتطرق للجانب المعنوي، حاله الاستنفار المعنوي اللي هتبقى علينا للزمالك. دي اللي لازم اقابلها بنفس حاله التركيز بتاعتي ونفس الروح القتاليه العاليه بتاعت النادي الاهلي. ولكن كطريقه وكشكل كابتن حسام الجزء الفني مش هيتغير. 4-2-3-1 اللي بيلعب بيها، ومعظم تشكيلات الكابتن حسام البدري معروفه، او يكاد يكون ممكن نقول مثلا تشكيل هيطلع منه على الاقل 9-10 من اللي هو هيلعبوا او هيمثلوا النادي الاهلي النهارده. ممكن تبقى في مفاجاه في 1 أو 2 يبقى ما بتاثرش على ثبات التشكيل. في لعيبه ممكن يكون لها ادوار ثانيه كسيناريو ثاني للمباراه في الشوط الثاني موجود على الدكه، هتلاقي بالنسبه للكابتن حسام البدري. هنتكلم برضو عن مسألة التشكيل المتوقع برضو، لكن برضو ندخل في مرحلة الإعداد لنادي الزمالك. ويمكن كابتن إيهاب جلال في اجتماعه مع اللعيبة امبارح، يمكن المران كان خفيف شوية، خوف عليهم من الإجهاد، كان ليه نصايح كتير جدا ولعب يمكن على الحالة النفسية للعيبة بشكل أكبر، وتحفيظ بعض الجمل التكتيكية اللي المفترض أنها تطبق في مباراة اليوم. طبيعي، يمكن الوقت زي ما قلت لحضرتك في أول لقاء، اللي هي الوقت قليل جدا. يمكن التدريبة اللي بتبقى قبل الماتش ب 24 ساعة عامة بتبقى حاجات جمل، ممكن متفق على ضربة حرة، على تكتيك معين، على فاول معين، فيبقى الوقت ضيق جدا. فممكن النهارده انا ممكن اكسب المباراه بجمله او كره ثابته او كذا. لكن هو زي ما قلت لك في الاول والاخر القصه كلها قصه نفسيه. النهارده هيتكلم نفسيا. الكابتن ايهاب عنده سيستم لعب بيلعب بيه. انا شايف النهارده اللي ممكن الكابتن ايهاب في لعيبه
ما كانتش بتلعب الفتره الاخيره زي داوودة. يمكن داوودة صحيح. كابتن ايهاب كان بيدربه في المقاصه، وبالاضافه لدونجا. انا شايف ان الكابتن ايهاب النهارده هيلعب الحته دي، اللي ممكن لعيب بيبقى مثلا مستبعد فتره او مش موجود فتره، ممكن اديله ماتش زي ده، او هو بس هو لازم يبقى عنده واثق في امكانياته. يعني انا شايف النهارده نادي الزمالك ممكن هيبقى فيه مفاجاه او مفاجاتين في تشكيل نادي الزمالك، لكن اللي هو ال11 اللي كانوا بيلعبوا مع الراجل، انا شايف اللي هيبقى النهارده فيه تغيير اكيد، اللي هو هيستغل الحته دي اللي انا زي ما بيقولوا جعان كوره وعايز العب وعايز بتاع. فانا شايف النهارده ممكن يبقى فيه مفاجاه في التشكيل او مفاجاتين. لعيبه الزمالك بشكل خاص يعني نفسها تثبت نفسها بشكل اكبر في اللقاء النهارده، هروبا مثلا من الرحيل ولا للاعتماد عليها في الفترات القادمه؟ لا انا بص عايز اقول لك على حاجه. يمكن الكابتن ايهاب انا قريت اللي هو مش يعني مش في لعيبه، يعني محمد ابراهيم كان عليه مشاكل كتير، اللي هو طالب الاداره اللي يفتح صفحه محمد ابراهيم تاني، خلاص يغلق الصفحه دي ومحمد يبدا يركز وكل حاجه. انا شايف النهارده رغم النتائج اللي موجوده، بس مكسب النادي الاهلي ممكن بيغطي على حاجات كتير، وده اللعيبه اللي بصله النهارده نادي الزمالك بقى له فتره طويله ما كسبش النادي الاهلي. مصلحه الجماهير كمان. ما بقول لك مكسب النادي الاهلي، يعني في مثلا بيقول لك في الزمالك عمال يقول لك مكسب الحمر يطول العمر، ده اللي بيتقال يعني. مثل معروف. فانا بقول لك فلو النهارده نادي الزمالك قدر يفوز بمباراه، انا شايف اللي هيحصل طفره في اداء نادي الزمالك، في شكل نادي الزمالك، اللي خاصه زي ما قلت لك الكابتن ايهاب جاي، وفي نفس الوقت النهارده مكسب النادي الاهلي هيخلي ناس كتير تنسى او تنسى الفتره اللي فاتت او سوء النتائج، ويبدا ان شاء الله نادي الزمالك في فتره جديده ان شاء الله. في ناس شايفه انه لا قدر الله لو خسر نادي الزمالك في هذه المباراه، انه ده قد يؤثر على ايهاب جلال في بداياته مع الزمالك. هو الراجل ما لحقش، ما هو كان ممكن، لا ما هو كان ممكن الراجل. بس انا بنقل لحضرتك الاراء عموما، لانه ده اللي بيبقى فعلا. طبيعي، واحنا عارفين انه ايهاب جلال لحد الساعات الاخيره اللي فاتت في بعض الاعتراضات عليه السوشيال ميديا كان فيها مشاكسات كتير جدا. خلي بالك النهارده انا شايف ان الكابتن نبيل محمود ليه دور كبير في الماتش. يعني الكابتن نبيل محمود هو اللي بقى له فتره مع اللعيبه، كابتن نبيل محمود عارف مين اللعيب الجاهز اللي مش جاهز، اللي بيتدرب كويس اللي ما بيتدربش كويس. كابتن ايهاب جلال كان ممكن من اقل حاجه يقول لك انا ماليش دعوه بالمباراه وهستلم الفرقه بعد المباراه، او يقعد في المدرج. كسبانه احنا بنتكلم في كده، هي كسبانه خلينا واقعيين. ما انا بقول لك لو كسب النهارده الكابتن ايهاب جلال، انا بقول لك بقى لو كسب الكابتن ايهاب جلال الناس هتطلع تقول الكابتن ايهاب حط تشكيل كويس وعامل تكتيك كويس، الحاله المعنويه لا قدر الله حصل حاجه هيقول لك الكابتن ايهاب ما لحقش ولسه بقى يبدا مع الفرقه من الماتش الجاي. ليها حلول كتير. لا ما تقلقش. هي محلوله، ما هي محسوبه. ما هو ده ذكاء، خلي بالك برضه احنا بنتكلم على ذكاء كروي وذكاء رياضي. الكابتن ايهاب جلال برضه فكره يعني اكيد بفكر في الكلام ده كله وحاسب الحسابات اللي احنا بنتكلم فيها دي، وحسابات منطقيه. اللي قاله الكابتن امير الحلين محسوبه بشكل جيد. لا قدر الله هزيمه مثلا هيقول انا ماسك الفرقه بقى لي 24 ساعه. لو كسب ده الحاله المعنويه وفوق اللعيبه، وانا مش هتكلموا في كوره طبعا كتير، لان الكوره مش هعمل حاجه انا خلال اليوم يعني. طيب انا هسال نفس السؤال اللي سالته لكابتن امير. لو لا قدر الله الاهلي، انا مش عايزه حد يخسر النهارده، لا والله طبعا هو التوفيق النهارده ربنا لو ده حصل الخساره بالنسبه للاهلي تمثل ايه؟ لا الخساره طبعا بالنسبه للنادي الاهلي، انا شايف ان هي النادي الاهلي يعني في ميزه على نادي الزمالك بمنتهى الامانه، بيقدروا يلموا نفسهم بسرعه. يعني الحاله المعنويه بيقدروا يقفلوا كويس، والهجوم ما بيبقاش شديد قوي على اللعيبه، حتى نقاد او صحفيين او ايا كان او الجهاز الفني، فبنقدر نلم بشكل كويس. والنادي الاهلي احنا عندنا الجانب ده، الجانب التنظيمي جيد جدا. الاداره دايما ادارات النادي الاهلي على مدار التاريخ، وبالاخص طبعا دلوقتي اداره كابتن الخطيب، لان هي هتمشي على النمط او الشكل اللي الناس كلها احنا عارفينه بالنسبه للنادي الاهلي من ايام الكابتن صالح سليم. عندهم اتزان في الازمات بالذات، عندهم اتزان عقلي كبير جدا واتزان نفسي. فكر كويس جدا، ما اجيش انا اقول هشيل حسام البدري، لا ما بيحصلش الكلام ده. الكلام ده ما بيحصلش. دايما بندي فرصه للمدرب وفي نهايه الموسم بنتحاسب. وبيقدر المدرب بناء عليه ان هو يقدر يلم الفرقه بشكل كويس، يقدر يتعامل معنويا معاهم بشكل جيد، ونبدا بدايه جديده. لان النادي الاهلي القصه برضو بنتكلم انت في المنافسه، انت تاني صحيح. لو كسبت الماتش المؤجل بقيت اول، انت محتاج كمان نقطه علشان تبقى يعني بالزبط. او اكتر كمان عشان تعدي صداره الاسماعيلي، فمش هتاثر ان شاء الله. انما طبعا المكسب هيديك حاله معنويه كبيره جدا، وزي ما بنقول هي بطوله لوحدها، مش مجرد مباراه. بالظبط بطوله. طيب تتوقع حضرتك تشكيل النهارده هيكون ازاي؟ بما انه يعني ما تمش الاعلان عنه، بما انه كمان كابتن حسام بدري اعلن عن مجموعه الغيابات، يعني صبري رحيل، كريم ندفد، اكرم توفيق، باسم علي، احمد حمودي، عمرو بركات وصالح جمعه. تمام. دي لعيبه اعتقد ان هم بعاد عن المباراه شويه، ما بين اصابات وما بين عدم جاهزيه معظمهم، انما كلهم لعيبه كويسين. نيجي لتشكيل النادي الاهلي، الكابتن حسام ما بيغيرش طريقته، 4-2-3-1. بالنسبه لحارس المرمى طبعا محمد الشناوي ماشي كويس في الفتره دي، وشايف ان هو الاقرب
او الاقدر ان هو يحرس مرمى النادي الاهلي، طبعا طبقا لابتعاد شريف اكرامي الفتره اللي فاتت. نيجي ناحيه اليمين، احمد فتحي بيلعب ناحيه اليمين. نيجي للقلبي الدفاع او السرد باكين، بيلعب رامي ربيعه وايمن اشرف. ايمن اشرف ماشي كويس قوي بشكل كويس في الفتره اللي فاتت دي، وخد حساسيه المباريات. اعتقد ان هم دول اقرب اثنين وجاهزين فنيا وبدنيا. نيجي ناحيه الشمال علي معلول طبعا. نيجي الاثنين في نص الملعب، عمرو السوليه وحسام عاشور، دول اثنين. الثلاثه اللي تحت راس الحربه هيلعب عبد الله السعيد، والاقرب مؤمن زكريا نقدر نستفيد بيه بشكل كويس قبل ما يروح التجربه الاحترافيه بتاعته. واعتقد ان اجاي قريب، وقريب منهم يعني شويه، او هيبقى له دور الشوط الثاني ممكن وليد سليمان واحمد حمدي اللاعب الناشئ. اعتقد ان هو هيبقى له دور في مباراه النهارده بشكل كبير جدا. والنهارده لو هيبقى له دور، هيبقى النهارده فعلا يعني عايز اقول ايه، مولد نجم جديد. لان احمد حمدي عنده من القدرات اللي يقدر يعمل الفرق مع النادي الاهلي. متخيل صحيح، ناس كتير متوقعه انه في مفاجآت على ايده، قريبه جدا بشكل قريب جدا من البلاي ميكر، نفس اداء عبد الله السعيد وجزء كبير برده من صالح جمعه. احمد حمدي. نيجي لراس الحربه الثابت، بيلعب وليد ازارو طبعا بشكل على طول بصفه مستمره، لان هو عنده المميزات القوه والسرعه، وبيقدر بيبقى محطه جيده بالنسبه للنادي الاهلي، وبيعمل مساحات كويسه قوي لمؤمن زكريا او اجاييه ناحيه الشمال، او عبد الله السعيد. ده التشكيل الاقرب للنادي الاهلي. في ناس ممكن يبقى له دور الشوط الثاني الاقرب زي ما قلت احمد حمدي وليد سليمان. ده ما بداش بوليد سليمان، وممكن مثلا يحتفظ باجاييه الشوط الثاني قريبه، انما الاقرب للتشكيل ثبات تشكيل النادي الاهلي. طيب هرجع لحضرتك كابتن امير. برضو كابتن ايهاب جلال رفض طبعا الافصاح عن التشكيل اللي هيخوض بيه مباراه اليوم، لكن برضو من توقعاتك؟ يعني توقعي يمكن التشكيل القريب يمكن هو هياخد باللاعب الجاهز او اللاعب اللي بيلعب الفتره الاخيره. انا شايف الشناوي ممكن يبقى في حراس المرمى، هيبقى حازم امام هو اللي بيلعب بصفه اساسيه ناحيه اليمين، علي جبر، وانا شايف محمود علاء يا الونش. بس انا شايف ان محمود علاء الافضل في خط دفاع نادي الزمالك عامه الفتره الاخيره لولا الاصابه اللي جات له. بس هو غالبا ممكن هيبقى الونش، عشان الونش برده رجليه بقى له ماتشين 3 في الملعب. وممكن انا شايف احمد فتوح النهارده، عشان فتوح ممكن مميز عن مؤيد العجان في الحته الدفاعيه. انا شايف النهارده كابتن ايهاب بقى الحته اللي هيعتمد عليها اللي هو لازم يعمل زحمه في نص الملعب. النادي الاهلي عنده نص ملعب كويس، عنده عبد الله السعيد، عنده حسام عاشور. فانا شايف النهارده كابتن ايهاب هيعتمد اللي هو في نص الملعب لازم هيسحب نص الملعب، اللي هو انا شايف طارق حامد هيبقى ليه دور، هيبقى قدام السرد باكين. وشايف اللي ممكن داوودة ودونجا في نص الملعب 3. وشايف اللي على الاطراف ممكن مدبولي، يوسف اوباما، ممكن لو ايمن حفني سليم يبقى ليه دور، معروف يوسف على الاطراف. لكن انا شايف النهارده الكابتن ايهاب هيلعب ب3 في نص الملعب، هيبقى طارق حامد ثابت، وهيبقى قدامه دونجا وداوودة. راس حربه انا شايف الاجهز دلوقتي اللي هو كاسونجو، مش اتشيبونج، اللي هو كاسونجو اللي هو بتاع الاتحاد السكندري. وممكن باسم مرسي لو جاهز عشان باسم مرسي خلي بالك الماتشات في لعيبه ماتشات كبيره موفقه. يعني في لعيب ممكن هو ماتشاته اهلي وزمالك، فانا باسم مرسي بيبقى مميز في ماتشات الاهلي والزمالك. لو باسم جاهز ممكن يبقى ليه دور في جزء من المباراه. جميل، احنا بنشكركم شكرا جزيلا، ونتمنى بقى مشاهده ممتعه لقاء القمه النهارده باذن الله. نتمنى ان شاء الله. كان معانا كابتن جمال السيد نجم نادي الاهلي السابق، بنشكر حضرتك شكرا جزيلا، وكابتن امير عزمي نجم نادي الزمالك السابق، الف شكرا لحضرتك. شكرا. هنطلع مع حضراتكم فاصل قصير ونستعد للفتره القادمه ولقاءات مع زميلتي العزيزه رانيا صلاح بعد الفاصل.